بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. النهاردة بقى أكلة بسيطة كده، أكلتنا التقليدية بتاعت زمان، أكلة جدتي وجدتك اللي مش محتاجة افتكاسات بقى وتعقيدات، حاجات سهلة وبسيطة. يلا نعمل أكلة سهلة قوي. روتين يومنا من أوله طبعا، قمنا فطرنا بقى ودايما لازم نجهز غدا. طبعا أنا متأكدة بقى إن أنا ما عنديش حاجة جاهزة، قلت هعمل أي حاجة، حبة رز بقى كده على حبة سلطة، ممكن أعمل حبة كشري، أي حاجة. طبعا بقلب في التلاجة بقى، بقول لك إيه بقى، الخواجه لما يفلس بيقلب في الدفاتر القديمه، وانا بقلب في التلاجة كده، تخيلوا لقيت ايه؟ لقيت بطايه. ايه بطايه؟ بطايه مسلم، اه والله لقيت بطايه في الفريزر، معرفش هي كانت تايهه تقريبا كده، والله اعلم. من حوالي 15 16 سنه. طبعا البطايه دي من 800 جنيه، البطايه دي من ايام ما كنا بنجيب البطايه ب 100 وب 120 يا جماعه، من حوالي 15 سنه كده. تمام. ومعايا بصلايه، ومعايا طبعا فاصوليا، ومعايا بصل وجزر وطماطم وبهارات وحبه وورق لور. معايا عصير طماطم، معايا كمون وكزبره وفلفل اسود وسبع بهارات، ومعايا طبعا الفاصوليا بتاعتي. ومعايا طبعا حبه شطه وحبه كزبره وفلفل اسود وبابريكا. الفاصوليا بتاعتي انا بغلي الميه واحطها على اغلي الميه وانزل الفاصوليا، واسيب الميه في الفاصوليا تغلي غلوه واحده واطفي عنها واسيبها بقى. اسيبها بقى وابدا بقى اعمل معاكم الاكل. اول حاجه بقى دلوقتي، انا حطيت ميه مغليه على النار ونزلت بالبطايه ام 120 جنيه دي اللي بقى لها 15 سنه عندي في التلاجة. طبعا نزلت بصلايه وطماطمايه وجزرايه وحب وورق لورا وحبهان. الحاجات الجميله اللي بتخلي شربتك زي العسل. تمام. هنا بقى هنزل بايه؟ ببصلايه ومعلقتين سمنه من اللي كنت عملتها معاكم قبل كده، وهحمر بقى البصلايه مع السمنه زي ما انتم شايفين كده. هنعمل طبعا الفاصوليا الجميله. اول حاجه لما تبداي اكل تعملي ايه؟ اول حاجه عشان تعملي فاصوليا بتغلي الميه وتنزلي فيها الفاصوليا بعد ما تغسليها وتخليها تاخد غلوه وتطفي عنها وتسيبيها ميتها. تسيبها بالميه السخنه وتغطيها قوي عشان تكمري عليها السخونه. بعد كده بتروحي تعلقي بقى على اللحمه بتاعتك وتعملي التقليه ومش عارفه، هترجعي تلاقيها اتسلقت، الميه السخنه هتسلقها. بجد والله مش هتهري منك وهتبقى جميله قوي، وهتبقى كانك بالظبط نقعاها، يعني كانك نقعاها من قبلها بيوم. مش هتهري منك وهتبقى جميله قوي. طبعا البصله بتاعتي انا مش حابه ان انا احمرها، انا حباها بس ان هي تاخد لون اصفر ذهبي خفيف كده. وهنزل بكمون وكزبره وفلفل اسود وحبه شطه، دي اختياري لو حابه، وحبه بابريكا وحبه سبع بهارات. هنزل بيهم مع البصله، حابه بس ريحتها تطلع. اول ما ريحتها تطلع معايا اروح نازله على طول بعصير الطماطم. تمام كده. انا بحب اعمل الحته دي ليه؟ بتخلي ريحه البهارات تطلع قوي في السمنه بتاعتي او على البصله. هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعي كده واسيبها تتسبك معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في الوقت ده انا كنت علقت على البطايه معاكم زي ما انتم عارفين. تمام كده حبايب قلبي. تمام. طبعا لو جديده معايا مشكور، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لو عجبك محتواي. تمام كده. صلوا بقى على النبي كده وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنا هغطي بقى طبعا على هنزل بعصير الطماطم وهقلبه كويس واروح مغطياه واسيبه بقى ايه يتسبك معايا. تمام لحد كده. يا رب يكون المعلومه واصله. طبعا اكلات بسيطه، اكلات سهله قوي، مش محتاجه تعقيدات كتير. طبعا عبال ما البطايه خدت غلوتين، عبال ما الطماطم بتاعتي او الصلصه بتاعتي استبكت، كانت الفاصوليا بتاعتي استوت. زي ما قلت لك انا بحطها في الميه المغليه، يا دوب تغلي عليها وهطفي النار واسيبها على ما اجهز الصلصه بتاعتي التقليه بتاعتها. بصي دي الفاصوليا اهي، بصوا جميله ازاي، كانك نقعاها مش كانك سلقاها خالص. هقلبها طبعا كده بقى وهدي بقى النار واسيبها بقى تستوي على نار هاديه كده جميله. تمام كده. هسيبها بقى معاكي، هركنها بقى على عين تانية وتعالوا بقى نعمل مع بعض احلى رز. تمام كده. هغطي بقى عليها وهسيبها، انا مش هحط شوربه ولا اي حاجه. هسيبها كده من وقت للتاني، هديها تقليبه بس مهم قوي ان انت تهدي النار عليها عشان تستوي كويس. تمام كده. دي الشوربه بتاعتي ما شاء الله. بصوا البطايه، الله اكبر، حاجه كده جميله قوي، ريحتها قلب الدنيا. تمام كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض. هنا دي الفاصوليا بتاعتي، انا لحد دلوقتي كنت لسه ما حطيتش اي شوربه او اي حاجه. بص الفاصوليا جميله وصحيحه ازاي. هنا هي تقريبا خلاص كده دخلت في سوا، مش هتحطي لها شوربه الا لما تتاكدي ان هي خلاص استوت. هتحطي كبشه شوربه واحده او اتنين وتسيبيها تستوي بقى، يعني تاخد غلوتين وبعدين تطفي عليها. تمام كده. اول ما تلاقيها ان هي استوت معاكي، هنا هنزل هي خلاص استوت. هحط بقى حوالي كوبشتين كده من الشوربه زي ما انتم شايفين، الشوربه القمر بتاعتنا بتاع البطايه ام 120 جنيه دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله انا بتكلم جد فعلا، انا لقيت البطايه دي تايهه في التلاجة. مش عارفه هي كانت جايه منين ولا كانت رايحه فين، بس انا لقيتها في التلاجة. تمام. هي من ايام البط الرخيص والله، بس كانت جميله يعني، ما باظتش ولا حاجه ولا طعمها غير، كانت زي العسل. طبعا دي الفاصوليا بتاعتي خلاص كده هي تمام، انا حطيتها استوت ركنتها على نفس العين. هحط حله واحط حبه من السمنه او الزبده ايا كان بقى اللي موجود عندك، وهنزل بحبه بقى دي لسان عصفور. انا بحب قوي احط لسان عصفور مع حبه شعريه، حبه لسان عصفور مع حبه شعريه، الكميات اللي تحبيها بقى. وهحمر طبعا لسان العصفور مع الشعريه زي ما انتم شايفين كده. هديها تحميره لون ذهبي كده معاكم.
حبايب قلبي شكرا قوي، حابه اشكر حبايبي اللي بيتابعوني من كل مكان، وحابه اقول لكم يعني كل سنه وانتم طيبين في حلول الشهر الكريم. عاد الله علينا باليمن والبركات يا رب، وتقبل منكم اللهم امين. طبعا هحمر الشعريه مع لسان العصفور لحد ما ياخد معايا لون ذهبي حلو كده. هنزل حبه من الملح لان انا ما كنتش لسه حطيت ملح في الشوربه هناك، وكمان عشان الملح هنا بيوحد لون الشعريه مع لسان العصفور، بيخلي اللون يبقى واحد، ما يبقاش فيه حاجه غامقه ولا حاجه فاتحه، بيظبط اللون معايا وانا بحمر. تمام كده. طبعا هنا زي ما انتم شايفين الرغوه دي ليه بقى؟ لان السمنه اللي انا عملتها معاكم دي كانها زبده، سبحان الله بترغي كده زي ما انتم شايفين. السمنه اللي عملتها معاكم اللي كنا عملناها من الدهن والزيت واللبن لو تفتكروا يعني. تمام كده. كده هي اللون اللي انا عايزاه ده ذهبي جميل اهو. هنا بقى هكون غاسله الرز ومصفيه، وهنزل بيه على طول على الشعريه بتاعتي وعلى لسان العصفور. بيبقى جميل قوي، بيدي تيست حلو قوي لسان العصفور مع الشعريه مع الرز، بيبقى جميل قوي. هنا هنزل بالرز اللي انا غسلاه مصفيه زي ما انتم شايفين، وهديله بقى تشويحه حلوه كده مع بعضيه زي ما انتم شايفين حبيب قلبي. وحابه طبعا تزودي ملح، اظبطي ملحك بقى زي ما انت عايزه، المهم ان انت هتديه تشويحه حلوه كده عشان يبقى منطور منك وجميل. احلى رز هتاكليه، جربي كده حطي لسان العصفور مع الشعريه، تمام بيبقى جميل جميل جميل. هديله طبعا تشويحه حلوه كده معاكم زي ما انتم شايفين. هنا انا شوحته تمام كده. هنزل بقى بالشوربه، ولازم الشوربه تكون غاليه قوي عشان ما يعجنش معاكي. تمام. هنزل بقى بالشوربه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. هظبط الشوربه بتكون عايمه على الرز حوالي نص صباع كده لفوق، زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. هنا بقى اظبطي بقى ملحك، حابه تزودي ملح زي ما انت عايزه. وهنا بقى اغطي بقى واسيبه، مجرد يغلي ههدي النار عليه. تمام كده. مجرد يغلي ههدي النار عشان يستوي كده على نار هاديه وحلو. طبعا هنا هسيب الرز بتاعي خلاص هيستوي معايا. زي ما انتم شايفين. هرجع بقى بص هنا الرز خلاص كده هو تمام استوى. وطبعا الفاصوليا عملناها مع بعض، هعمل طبق سلطه بس جنب الاكل ده مش اكتر من كده. وهنا البطيه بتاعتي تمام. تعالوا بقى، هي البطيه هنا كده استوت ما شاء الله، هي كده تمام. هنا بقى انا هخرجها من الشوربه دي وهحمرها معاكم. تعالوا بقى نحط حبه زيت على النار ونحمر البطيه القمر دي. برده ما تحطيش اكتر من 5 سم من الزيت، ما تحطيش 10 سم، قلت لك هتطلعي. شوف الشوربه بتاعتك جميله ازاي احلى شوربه تشربيها. بصي جميله ازاي ما شاء الله، قلب الدنيا، ريحتها جميله قوي قوي. تمام كده. هحمر طبعا البطايه بتاعتي، هقلبها كده وهقلبها كده. وده الرز استوى كده هو تمام. هنقدم بقى مع بعض الاكل الجميل ده اهو، وتعالوا بقى نشوف هنقدمه ازاي. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمام كده. هحمرها بقى وهديها تشويحه حلوه كده من كل الجناب. حابه البطايه تبقى محمره كده عامله زي البلحه زي ما انتم شايفين، لونها قمر قمر قمر. وده طبعا الاكل بتاعنا. عملت حبه سلطه، وطبعا زي ما انتم شايفين، وده كانت اكله بسيطه، كانت اكله جميله، فيديو سهل، فيديو بسيط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك ودعوه حلوه من قلوبكم، وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. يلا حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.